اسلام رشاد. اسلام رشاد. اسلام رشاد اهو. اسلام رشاد ده اللي هو سياحه وفنادق. سياحه وفنادق ايوه سياحه وفنادق. ايوه. طب حضرتك ممكن تحكي لنا بس؟ هو بصراحه كان نفسه انه يعمل حاجه للبلد، كان نفسه يقول لماما نفسي، يقول له يا ابني مش هتغير حاجه في الدنيا، يقول لي جايز ان لما نعمله حاجه نقدر نغيروها. وقعد وجالي في البيت فضل يدور على العلم، عايز العلم. هو كان جايب علم كبير قوي من القاهره، قال لي انا عايز العلم. قلت له انا مخبيه منه بصراحه. خبيته، فضل يلف في الشقه كلها ويدور في حسين ودور فوق الدولاب عايز العلم. وماما ما قدرتش ادوله، راح نازل اشترى علم تحت وراح لانوفيل. وهو مش من انوفيل قالوا له سلميه تعالوا سلميه. ده مين اللي بيقول لهم كده؟ الظابط وبتوع الامن المركزي بيقولوا كده؟ هم اللي بيقولوا لهم سلميه؟ والله العظيم قالوا له سلميه تعالوا مفيش حاجه. راحوا جاي عليهم. كان في مظاهره ثانيه جايه من خير الله. يعني احنا جايين من انوفيل وهم جايين من خير الله. ايوه. مش عايزين اللي ده يتضموا على دول. راحوا جايين في النص بقى يقولوا لدول تبعدوا وانتوا تعالوا للمجموعه بتاعتنا. وبقى راح بدا الضرب من ناحيه من الامن المركزي ومن الضباط، لان مش هو ضرب فين؟ عند في الانوفيل. لا هو في جسمه. في دماغه، في النص هنا، في دماغه هنا اداها له هنا. ده قتل عمد بقى. قال بس لقيت قلبي وجعني كده مفيش 10 دقايق ولقيت جيراني جايين من قدام الباب. جيراني دول يعني هم حلوين بيجوا للظروف الحلوه. انا لقيتهم قدام الباب. انا قلت لهم ابني مات. قالوا لي لا ابنك ما ماتش، ده ابنك اتصاب بس. قلت لهم لا اسلام مات والله مات. يقول لي اسلام مات بس احنا مش عايزين نجي لك من الصبح، احنا سمعنا ان اسلام اتصيب ومش عايزين نجي لك، بقالنا ساعتين بنلف تحت مش راضيين نطلع لك البيت. بس بصراحه لما لقينا بقى ان هم نقلوه من المستشفى اللي في العجمي. طب انا عايز اسال بس، هو دلوقتي يعني هم الظباط قالوا سلميه وهو لما جه عليه راح ضربنا على طول بالنار ولا ابنك؟ لا هو الاول كان معاه حاجه ولا كان ولا عم بيشيل حد متعور ولا؟ انا قلت له حضرتك الصوره هنا والله العظيم ابني كان يفتح الكنز ويغسل وشه ويشربهم عشان يفوقوا، لان مش عارفين يفوقوا من شتل الدموع. ايوه يعني كان ساعتها لسه مرحله القنابل من الدموع بيضربوا هم بيضربوا. فلازم حضرتك كان بيرش على وشهم ميه عشان الكنز مش ميه. وبعد كده بقى يدوروا كنز، بيجيب كنز والله كنز. بيقولوا الكنز بيغسل وشهم يسقيهم عشان يفوقوا صح. وبعد كده راح واحد مصيب جنبه اللي هو حضرتك انت اتصورته في الجورنال ونازل بيعالجه. وقعد يعالجه وقعد يفوقه. في واحد تاني جنبه كده هتلاقيه حضرتك ده بيعمل له كنز بيفوقه بالكنز. طالع بدماغه كده راح واخدها هنا وفجرت نص مخه. عملوا له عمليه في المستشفى الميري اللي عن التخصصي. والعمليه فشلت، قعد 6 ايام في العنايه المركزه وتوفى. بقاء الله. احسبيه عند ربنا شهيد ان شاء الله. وربنا والله يخلوهم بيحب اصحابه وكل الشارع والحقنا بيه جميعا. والحقنا بيه بيحب الخير قوي والله العظيم بيحب الخير قوي. وما تقصده في حاجه لازم يجي، لازم يروح لك وينفذ لك كل اللي انت عايزه والله العظيم. يعني هم بصراحه يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، مش هقول اكتر من كده. لما وكيل النيابه بيقول لي لازم تعمله عشان ياخد حاجه. انت تعرفي الضابط اللي قتله؟ قلت له بس لا مؤاخذه في الكلمه حضرتك، انا لو اعرف الضابط اللي قتله مش هستنى حضرتك انك تجيب لي ضربني، هاخده بايدي. وكان النيابه بص لي قوي. قلت له والله اقسم بالله العظيم لا مؤاخذه في الكلمه هاخد طار ابني بايدي، مش هستنى حد لما ياخده لي. والله العظيم حضرتك انا بكلمك بامان. مش هستنى لما اي حد يجيب لي حاجه. حضرتك قتل عمد ده والله. ايوه ده مش دفاع عن النفس. انا كان نفسي حد يقول لي حضرتك مرحله المظاهرات وهم المحامين بتوعهم بيشككوا في موضوع المتظاهرين راحوا مثلا في اماكنهم ودخلوا عليهم الاسم وكانوا عايزين يموتوا الضباط بيدافعوا عن نفسهم فهم عايزين يجيبوا مبرر للقتل في اسم خالص. انما لما حضرتك مرحله اللي هي القوات المسلحه الدموع دي كانت مرحله التظاهر نفسه في البدايه. فلما ابن حضرتك بيفوق الناس ويشيل الناس والله العظيم كان في ناحيه اسم خالص. ضرب رصاص حي. ومعايا تقرير ومعايا حضرتك حاجه كلها رصاص حي. ما فيش مبرر للظلم. ما فيش. لا هو حتى لو بيدافع عن نفسه. انا بتمنى من كل قلبي، لو
ظابط بيدافع عن نفسه زي ما بيقول دفاع عن النفس، كان ضربه في رجله في كتفه في دراعه، انما الضرب كله يا في المخ يا في القلب في السن. لو في هنا في العمر. ما هو يعني الضرب كله الجزء العلوي، الجزء العلوي يعني بنية القتل. هو لو في نيته الدفاع عن النفس كان ضرب في الرجل. ايوه لو هو بيدافع عن نفسه زي ما بيقول كده بيدافع عن نفسه ونشن هنا على المخ. لا الإصابة فين؟ نعم. الإصابة دخل حضرتك فين؟ إصابة أخويا عند جسم هنا البصر. إصابته في السر جنب قلبه هنا. الجزء العلوي كله في جنب قلبه. يعني ما فيهاش دفاع عن النفس خالص. انا من كل قلبي بترجى من كل قلبي ان اشوف حبيب العقل ده وهو بيتشنق، لان هو ركع على حبيب العقل لان هو قال هو اللي قال اضربه، هو اللي قال اضربه. بترجى كل انسان في ميدان عالي ويجيبونا، بتمنى ان يجيبونا احنا ونبص عليه زي ما حرق قلبنا كده على عيالنا وخسرنا عيالنا، احنا نشوفه هو بيتعدى في ميدان. بترجى لكل المسؤولين ان ساعه ما حبيب العقل يتعدم يقولوا لنا بس، لأن مش طالبة من ربنا أكتر من كده، وحسبنا الله ونعم الوكيل في اللي عمل في ولادنا كده. العيني ولا هو عنده 23 سنة زي ما هما كاتبين.